النقاشات الفنية حول مباراة الأهلي وبيراميدز اللي كانت تحصيل حاصل لكنها جمعت ما بين الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيف المسابقة لم تكن موجودة المناقشات الفنية، لأن الاتجاهات كلها اتجهت ناحية تصرف حسين الشحات مع محمد الشيبي، والحديث هنا على جناح النادي الأهلي وظهير فريق بيراميدز. الأمور اشتعلت كثيرا في الساعات التالية، وبيراميدز اللي بدأ الأمور بأنه حضر الصلح اللي تم بين اللاعبين كانت دي البداية بالنسبة له، لكن النهاية لم تأتي بعد، لأنه أحداث تصعيد بيراميدز ما زالت مستمرة. في تفاصيل كتيرة قوي حدثت منذ الساعة 11 امبارح بعد نهاية المباراة أو قبلها بشوية، وما بعد نهاية الحلقة لحد هذه اللحظة. والحقيقة إن القصة ممكن يكون فيها تطويل شوية، ممكن يكون فيها قرارات صدرت، ممكن يكون في قرارات هتصدر، وفي تحركات بتحصل من الجانبين الأحمر والأزرق. لكن تعالوا نبدأ القصة من قبل تصرف حسين الشحات تجاه محمد الشيبي من جوه المباراة نفسها، واللي أدى إلى هذا التصرف غير المبرر باعتراف حسين الشحات نفسه. القصة كانت من بداية المباراة وهي شغالة. محمد الشيبي اللي كان في قصة سابقة ما بينه وما بين لاعبي الأهلي في مباراة السوبر السابقة، اللاعب اللي أنا قلت يوم مباراة السوبر إنه يا بخت الفريق اللي فيه لاعب بمواصفات محمد الشيبي، واللي أقصده هنا وقتها لما كنت عملت مقارنة بينه وبين رمضان صبحي، اللاعب اللي هو بروفايل لاعب مغربي أو شمال إفريقي يعرف إنه يستفزك من غير ما يخرج عن النص قوي، بس يستفزك، لعيب مستفز ممكن وصفه بكده، ويعرف على الجانب الآخر يلعب وهو بيستفز أو بيهاجم من عشرات الآلاف من المشجعين، ورغم كل ده يلعب بكرة كويسة ويقدم مستويات كويسة. هنا ده كان توصيفي للاعب تحب إن يكون موجود في فريقك، لكن هو خد اللي حصل في المباراة الأولانية وأكمله في المباراة التالية على مستوى استفزازات ما داخل أرض الملعب. تعالوا نستعرض لقطة من اللقطات اللي بانت على شاشات المباراة بالأمس وتابعناها إحنا، وكانت تحديداً في الدقيقة 39 بعد ما إحنا عرفنا تفاصيلها يعني. وده كان بعد الهدف الأول لبيراميدز اللي الشيبي عمل العرضية ومحمد عبد المنعم سجلها في مرماه مباشرة. اللقطة دي كانت هجمة للأهلي في ناحية اليسار تحت أقدام طاهر محمد طاهر، اللي حاول إنه يعمل انطلاقة لو عدى بيها هتبدأ هنا مرحلة الخطورة. محمد الشيبي دخل بصدره وقطع الكورة وراح مباصيها بعدها علشان يلف بعدها لما حصل فاول لطاهر محمد طاهر، ويروح يقول له كانت الكرة فاول من قفشة ضد فخري لكاي. اللعب وقف، فراح محمد مجدي قفشة راح للشيبي اللي هو موجود بخياله ورا فخري لكاي وقال له اهدى، ولو عملت كده تاني مش هيحصل كويس. ليه؟ علشان محمد الشيبي أول ما قطع الكورة رجع لطاهر محمد طاهر وقال له انت مجنون عايز تعديه. القصة دي بتحصل داخل المباريات كتير، هي تكررت امبارح في أكتر من مشهد كان موجود فيه محمد الشيبي مع لعيبة الأهلي، لكن هي بتحصل جوه أرض الملعب. محمد مجدي قفشة وقتها لو تلاحظوا راح اتكلم مع لعيبة من بيراميدز في صور أخرى، راح لقائدي فريق بيراميدز أحمد فتحي، أحمد توفيق وأحمد سامي، وقال لهم إن ده ما ينفعش وهدوه علشان نلعب كورة، يعمل اللي هو عايزه كورة لكن بلاش إنه يعمل كده. وفي الصورة قدامنا دلوقتي هتظهر لقطة لقفشة وهو بيشاور لأحمد فتحي على محمد الشيبي. دي كانت قصة من ضمن قصص رآها لاعبو الأهلي مستفزة من الشوط الأول في المباراة، من ضمنها على فكرة لقطة إن كان واقع على الأرض طاهر محمد طاهر وراح الشيبي شاط الكورة جامد قوي ما جاتش في طاهر محمد طاهر. لعيبة الأهلي
راحوا كانوا هيتخانقوا مع الشيبي، لان الكره لو كانت جت في صدر طاهر محمد طاهر كانت هتمثل خطوره، فلعيبه بيراميدز قعدوا يقنعوهم ان الكره دي مش مقصوده وانه كان بيشوطها عادي كنوع من ان الكره بقت فاول يعني. حسين الشحات كل ده ما كانش جوه ارض الملعب، ما كانش جوه ارض الملعب خالص، كان على مقاعد البدلاء ضمن اللاعبين اللي قرر كولر انه يريحهم وما يلعبوش الا في وقت متاخر من المباراه. حسين الشحات وصل له هذه الاستفزازات من لعيبه الاهلي، هم بيتكلموا بينهم وبين بعض وبيحكوا والشيبي ده وعمل كذا وكان عايز يعمل كذا، القصص اللي بتتقال ما بين اي حد لعب كوره في حياته، يعني اتكلم على منافسيه وحكى اللي منافسيه بيعملوه زي ما المنافسين بيحكوا اللي بيعملهم المنافسين الاخرين. لحد هنا ونزل حسين الشحات، وبعد دقايق قليله جدا من نزول حسين الشحات خرج محمد الشيبي. ما حصلتش التحامات داخل ارض الملعب خلال ال90 دقيقه ما بين الجناح والظهير، لكن حصلت اللقطه اللي شفناها بعد المباراه واثارت جدلا واسعا، وحصلت على استنكار من كل اطراف المنظومه الكرويه، بدايه من مسؤولي بيراميدز مرورا بمحمد الشيبي صاحب اللقطه، مرورا بالنادي الاهلي اللي كان اول المعلنين عن عقوبه ضد لاعبه حسين الشحات، مرورا برابطه الانديه اللي اصدرت قرارات وعقوبات اسرع من الشكل المعتاد بغض النظر عن قوتها او ضعفها، هنتكلم عنها دلوقتي، وانتهاء بحسين الشحات اللي تقدم باعتذار علني لجمهور الاهلي ولادارته ولكل جماهير الكره المصريه ولكل اللاعبين العرب والمحترفين اللي بيلعبوا في الدوري المصري الممتاز.